موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحتضن استاد الكلية الحربية. ويدخل الأهلي المباراة باحثا عن مواصلة انتصاراته بعد ما استعاد نغمة الفوز في الجولة الماضية على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليعود نسبيا إلى الطريق الصحيح قبل مواجهة الزمالك المرتقبة. ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها في انتصارين و3 تعادلات وهزيمة وحيدة، وهو ما يدفعه لتحقيق الفوز اليوم لتحسين وضعيته قبل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل 29 سبتمبر الجاري. وعلى الجانب الآخر يدخل حرس الحدود المباراة برصيد 8 نقاط في المركز الثالث عشر من فوز وحيد و5 تعادلات وخسارتين، ويسعى إلى استغلال عاملي الضغط النفسي على الأهلي واقتراب مواجهة القمة لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه للهروب من مراكز متأخرة. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري. تقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود تنقل المواجهة حصريا عبر قناة اون تايم سبورت 1، وهي القناة الحصرية لنقل الدوري المصري الممتاز. إن شاء الله نتمنى فوز الأهلي لمواصلة انتصاراته وتحقيق أفضل نتائج ممكنة قبل مباراة القمة أمام الزمالك المرتقبة يوم الاثنين المقبل إن شاء الله يوم 29 سبتمبر الجاري. إن شاء الله الأهلي يعود بكامل قوته من أجل مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير اللي هي فعلا زعلانة من أداء الأهلي في الفترة الماضية. الأهلي إن شاء الله يحصد 3 نقاط غالية وعشان يستطيع أن يتقدم في المراكز ويواجه الزمالك ثم يفوز ثم المركز الأول وتحقيق نتائج ممكنة كويسة جدا من أجل صدارة الدوري المصري الممتاز، لأن الأهلي طبعا هو حامل اللقب وما ينفعش الأهلي يكون في مراكز متأخرة مع الفرق اللي هي متوسطة أو متواضعة. إن شاء الله الأهلي يعود بكامل قوته. وبرضه ببشر المتابعين إن شاء الله أحمد زيزو هيكون في مباراة القمة إن شاء الله أمام الزمالك إن شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي.